تاني حاجه بقى خلتني ادخل الراجل بيقول لك محل الحلاوه اللي بقعد فيه ده. نعم. في لا مؤاخذه راجل بيمسح الاحذيه نعم. اسمه عم شبرا. عم شبرا. هو عطيه محمد حسين لكن مشهور شبرا. نعم. بيلمع الاحذيه للناس. انا عمري ما خليت حد يلمع حذاء الا ان كان يعني ايه الاولاد ممكن. ليه بقى حضرتك بتشائم يعني ولا إيه؟ انا لا احط رجل على رجل طول حياتي ولا اخلي حد يلمع حذاء. بس دي حاجات يعني عادي يعني. ملهاش اي حاجه في الاسلام. بس أنا هو عاده يعني. بعتبرها مش جلسه عبد. مش جلسه عبد. عبد. يعني العبد اللي حاطط رجل على رجل ده مش عبد. هو عابد. مش عبد يعني. طيب. انا بحب اكون عبد. ربنا يكرمك ويزيدك تواضع والله يا دكتور. لا بحب اكون ده الكلام ده انا بقوله في ناس سامعاه. لانه كنت اتحدى الطلبه بتوعي والطالبات اللي يظبطني حاطط رجلي على رجل ياخد 1000 جنيه. فعلى مدى العمر ده كله ما حدش خد ما حصلش. لا. طب حط رجل على رجل ونقسم. خدت بال سيادتك؟ نعم. فعم شبرا ده ظريف قوي وعنده 83 سنه وعنده حكمه. فكنت اقول له الساعه ممكن تكسب فيها كام؟ يقول لي 5 جنيه. اقول له طب تعالى اقعد معايا وهديك 10. يقعد معايا يتكلم معايا يعني. نعم. واطلب له شيء كمان. هاسط. خدت حضرتك؟ كويس قوي. الراجل ده كان عنده مشكله. خلف 7 اولاد واشتغلوا بوابين ومش عارف ايه. وخلفوا اولاد وعلموهم. اولاده احفاده بقى. يعني اولاده خلفوا الاحفاد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما هو 83 سنه طبعا. متجوز وعنده 15. اولاده جدود. ايوه. لا مش اولاده جدود يعني هو اولاده خلفوا الاحفاد اللي اتعلموا. فيهم 2 لان الجامعه بتشتغل بالمجموع. راحوا كليه الطب. حلو. بنت وولد. طيب. فيهم 7 كليه حقوق جايبين امتياز ولا واحد راضين ياخدوه في النيابه ولا مجلس الدوله ولا الحتت دي. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ جده اسكافي. جده جزماتي. فالراجل كان بيقول لي انا الحزين على اني طول عمري بشتغل عشان عيالي واصبحت عقبه في طريق احفادي. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه التشبيه الصعب ده؟ طول عمري بشتغل من اجل اولادي وبقيت عقبه في طريق احفادي. في طريق احفادي. بقى عار. وكان النهارده اعتبرنا ان الجزمجي ده عار يجب محوه، عار يجب التخلص منه، عار يجب يعني كأن يا خبر ابيض. ما تعرفش تخلص. فانا كلمت واحد وصل لرئيس المجلس اعلى القضاء اللي هو ماسك حقوق الانسان دلوقتي وجاء قال للراجل ده بيقول اللي امه مش مؤهل عالي ما يدخلش النيابه. اللي امه ايه؟ مش مؤهل عالي. يعني من ضمن الشروط اللي لازم تكون امه مؤهل عالي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب احنا هنجيب لعم شبرا دلوقتي مؤهل عالي منين لعياله اللي كانوا بوابين وكناسين وزبالين؟ خدت بالك؟ احاول اقنع في الراجل يقول لي عاوزهم يقعدوا على كرسي القضاء. انا عمري لا سرقت ولا كذبت ولا فوتت فرض من غير صلاه. لا حرب وبياكل حلال. ايوه. قلت له طب والعمل يا عم شبرا؟ قال لي تترشح انت رئيس جمهوريه وكان رئيس مبارك موجود. تترشح انت رئيس جمهوريه عشان تعين عيالي دول. الله. خدت بال حضرتك؟ قلت له ده كلام. انا لا بحب السياسه ولا بحب اجي يمها خالص يا عم شبرا. ارتعد الرجل امام النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه. اعراب مستنيين كده والناس مستنيين دخول النبي للمبايعه. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم بهيبته وفخامته وجلال وجهه وجمال طلعته صلى الله عليه وسلم. فارتعد الرجل اخذته رعده فقال له ايه؟ هون عليك انما انا ابن امراه كانت تاكل القضيد بمكه. اللهم صل وسلم عليه. سادوا وقادوا بهذا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن امراه كانت تاكل القضيد بمكه اشاره لكل اصحاب الفخامه والسمو والرفعه في الدنيا انهم يتواضعوا قبل ان يضعهم الله. بالظبط. في سوره القصص المولى سبحانه وتعالى بيقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. صدق الله العظيم. نعم. يا عم شبرا. أيوة. فعلا احنا بنعتذر ليك. المشكله ان انا رحت يا فضيله الشيخ تأذن ان احنا بعد الثوره
رحت طاير من الفرحه ابوس شبرا وابلغه ان هدخله عياله كلهم النيابه. نعم. لقيته مات. رحمة الله عليه. والله يعني نهاية لم نكن نتمناها. لكن أنا عاوز أقول إيه، إنه يا أي شبرا، يا أي شبرا، يا أي إنسان، يا أي كادح، يا أي نضيف، إحنا مشتاقين قوي نشوف النضاف، مشتاقين قوي نشوف الناس النظيفة هي اللي تمسك البلد، هي اللي تحدد مصايرنا، هي اللي تقود أمورنا، هي اللي نأتمنها على أولادنا وعلى أموالنا. زهقنا بقى فلان بيه وفلان باشا ومعالي فلان وفخامته ونيافته لا لا، الكلام ده كله هنبطله، لأنه إحنا محتاجين نشم هواء نظيف، وده مش هيكون إلا بالتعاون مع الناس النضاف. أعزائي المشاهدين، سوف نكمل الحديث مع هذا النظيف، الرجل النظيف، الأستاذ الكبير الدكتور محمد أبو زيد الفقي، الأستاذ بجامعة الأزهر والمرشح لرئاسة الجمهورية، بعد ذلك الفصل. نقل الدولة بقى اللي أنا بقوله عندي في البرنامج رقم 1 من عصر الشعر إلى عصر الفعل ينتج عنها مشاكل. على سبيل المثال مشكلة واحدة بس، سيادتك مكتبة اسكندرية اتعملت واتجمع لها فلوس وعليها مشاكل دلوقتي في الفلوس اللي جت وفي مليارات راحت. المهم احنا لسنا جهة تحقيق. اخطر حاجة في المكتبة دي ان علماء العالم كله اجتمعوا على ان يعملوها بدروم. بدروم؟ ما هي المكتبة تحت الطريق، سيادتك لما تروح تشوفها من بره تحت الكورنيش بدروم. انا عارف انها معمولة طبقا لأعلى قياسات او اعلى علوم الهندسة والمعمار. بيضحكوا علينا، هو ده بقى شغل الغرب، هو ده شغل الغرب، بيضحكوا علينا. احكي لي بقى ايه اللي انت شايفه غلط في الموضوع من وجهة النظر الشعرية. حاجة عظيمة جدا، انتوا عاملينها ليه يا جماعة على الارض كده ومايلة كده؟ قال ده زي قرص الشمس اللي بيشع على اوروبا نور. بقى انا عندي بلد شوارعها مليانة زبالة والناس مش لاقيه فيها عيش، بتطلعوا من الزباله وتاكلوا، انا اللي هشع نور على اوروبا؟ ايه الخطر العقلي ده؟ وبعدين دلوقتي اللي امواج البحر العام الماضي طلعت الدور الثالث في ميامي. الدور الثالث؟ ايوه، يبقى في سبتمبر اللي جاي ده المكتبه هتتملى ميه. في ديسمبر اللي جاي ده او اللي بعده المكتبه هتتملى ميه. ودور بقى على الفلوس اللي عند حسني مبارك ومراته وعند الجماعه اللي بنوها والمهندسين، ويطلع المهندس يقعد كده يفرد صدره في التلفزيون وانا عملت خطه عالميه لولبيه كوكبيه. هو ده الشعر. ايوه هو ده الشعر. تقصد بالشعر التصريحات العنتريه؟ ايوه هو انت عملت لي ايه؟ انت عملت لي بدروم، اي موجه من البحر هتطلع تملأ ميه. انا كنت محتاج ابني في المكان ده. يعني هل الناس اللي هناك، انا بستغرب بكلام حضرتك، هل الناس اللي عملوا المكتبه دي يعني مش واخدين بالهم من المعلومه الخطيره دي والنوات اللي بتحصل في وياخدوا بالهم ليه؟ ما احنا عايزين ندمر الدوله دي. يعني ما فيش حتى سور عالي يقدر يحوش الليله دي؟ لا ما فيش. السور العالي برضه يعني نلحق نلم كام كتاب اللي هناك؟ ولا كتاب. انا بقول لسيادتك اهو، انا كنت عاوز اعمل ايه بقى؟ اتفضل. المكان ده في حدود 5-6 فدادين. ابني فيه مبنى ضخم زي سان ستيفان. كويس؟ زي عمارة الباير ستيت اللي انا زرتها في نيويورك. عمارة بتكسب في الشهر 300 مليون دولار. عمارة. ليه بتعمل ايه؟ فيها مكاتب ادارية واللي بيطلع يتفرج بيدفع دولار، والناس طالعة بالالاف ونازلة بالالاف. فانا كنت اعمل ايه؟ الفنار بتاع اسكندرية طوله 2 3 سيبك منه، كنت اعمل دي فنار. على هيئة فنار؟ لا يعني هي عالية جدا. زي احنا عندنا سوابق هندسية هنا في مصر، مبنى وزارة الخارجية، مبنى الاذاعة والتلفزيون، ملجأ برج القاهرة. يعني المهندس المصري يقدر يعمل على شكل زهرة اللوتس 70 دور. سليم. طيب ال70 دور اعمل منهم دورين مكتبة والادوار الباقية مطاعم وفنادق. اجي الم الحصيلة اخر الشهر، ما انت بلد فقير لازم كل حاجة عندك تكسب. الاقي لي 300 مليون جنيه اروح صارفهم على البحث العلمي.
بلجان متخصصه. والله كلام جميل قوي. ما ان شاء الله بعد ما تتملى ميه انا هديها واعملها كده. هو انا هسيبها؟ الاكذوبه الكبيره اللي ضاع فيها مليارات المليارات من العالم، وبعدين عاوزنا نشع نور على العالم. سهله يا سيدي، هجيب لوح ازاز طوله 40 في 40 واحطه على حامل حديد فوق الدور ال70، وادوره بموتور كده يمشي مع الشمس. منين ما حد يبص يلاقي الشمس بتشع. نشع نور على اوروبا زي بعض. ما دام احنا مصممين نضيع بلد. اذا كانت دي اللي كيداكوا دي، ايوه نشع نور على اوروبا. ده مثال. ده فكره جميله. ده مثال برضه بالشعر. في عصر الشعر. نعم. ودي قضيه انا تصدت لها الحمد لله على مستوى الجمهوريه ومعروفه. الاستاذ جمال مبارك في مكتبه اسكندريه قال ان احنا ناس متخلفين وجهله وعاوزين نبطل زراعه القمح ونزرع فراوله. قال كده فعلا؟ ليه يا استاذ جمال؟ قال الفدان الفراوله بيجيب 20 طن، والطن ب$5000، يعني 100,000 دولار، يعني الفلاح المصري هياخد نص مليون جنيه. خدت بالك؟ كل سيزون. وهنجيب قمح، هنجيب الطن ب$250. الكلام ده كان يوم الاحد. خدت بال سيادتك؟ نعم. بس بين قوسين كده الفدان الفراوله بيجيب 2 طن بس، ما بيجيبش 20 طن. 2 طن بس. انما كان في اوامر ما حدش يزرع قمح. كان في اوامر انه يجيب 20 طن. لا يعني الاوامر القمح ده نجس وما حدش يزرع قمح في مصر. فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. ايوه. يوم الثلاث كان في افتتاح محور صفة اللبن، وكنت انا بتكلم عن القمح، وكانت دكتوره سكينه فؤاد نعم بتتكلم عنه، هي والصحفي اللي اسمه جابر القرموطي، راجل مجتهد وعندها ادله ان في مؤامره على القمح، عندها ورق. لكن انا كنت بتكلم على اساس ديني. المهم احنا بنتكلم، فوجئت بالرئيس في محور صفة اللبن بيقول للدكتور احمد نظيف هتعملوا ايه في مشكله القمح؟ قال له الحمد لله لقينا لها حل، ما الناس زارعين قمح خالص. اللهم لك الحمد. الوزير اهو انا كنت حاسس ان ربنا هيفرجها. والوزير موضب البروجيكتور وطلع شرح ممتع ان الفراوله دي هي امل العالم، وان القمح ده نزغ من الشيطان، وبدل عيش قمح نعمل عيش فراوله. ايوه نعم. اتكلم الوزير، فروحت انا طالع متكلم في الفضائيات. يا سياده الوزير مع مزيد احترامي هسألك سؤالين. السؤال الاول، اذا الناس الزراعه في مصر قطاع خاص، اذا الناس زرعوا فراوله وباعوا الفراوله وحطوا الفلوس في البنك، حلو قوي، سيادتك هتجيب قمح ازاي؟ صحيح، هتجيب فلوس منين تجيب بيها قمح؟ الشيخ خالد باع الفراوله بتاعته وجهز عياله وما عادش عنده فلوس. ما تحسش له عندي حاجه. في فرق بين الاستروبري والاستروبيا. ايوه دي استروبيا مش استروبري. ولو افترضنا انك انت مارست البلطجه ودخلت على الناس بيوتها وخدت الفلوس بالعافيه ورحت لامريكا قالوا لك ما عندناش قمح، واتصلوا بالتليفون بكندا وباستراليا وبفرنسا ما تدهمش قمح، طبعا روسيا طلعت بره اللعبه، ما تدهمش قمح. يبقى انت الساعه 8 الصبح الشعب المصري هينزل الشارع ما يلاقيش قمح، الساعه 10 ما فيش دوله. بعد 10 شهور الفقراء هيموتوا بعد 3 ايام، الاغنياء هيقعدوا 10 شهور. كلامك مهم جدا يا دكتور محمد. انا متفاجئ بصراحه بهذه العقليه الموضوعيه. يعني كلامك صح. قلت له جاوبني. جاوبني. هتعمل ايه؟ دوله هتسقط في ساعتين. الناس الاغنياء واللي مبسوطين هيقدروا يعيشوا شويه. ده خط استراتيجي، ده رغيف العيش. لكن الفقراء هيموتوا. هل هيموتوا وهم ساكتين ولا هيطلعوا على الاغنياء؟ ده قرارهم، وتبقى ثوره الجياع وندبح بعض. وعلى ما تفكر في الاجابه اهدي لك اغنيه عمر الجزاوي، الفراوله الفراوله يا بتاع الفراوله. والله على الهوا يا خبر، والنظام شغال والدنيا ولعت. يا خبر ابيض. استهلوا كده في وشه. اي والله. ورحت كاتب فاكس اسمه ايها الساده ازرعوا القمح عباده. الله على الشعار ده. والله. ايها الساده ازرعوا القمح عباده. شفت الشعار ده؟ هقوله لكم تاني لانه جميل فعلا. ده انا عاوز اعمله يعني برنامج بجد. والله يتعمل برنامج. ايها الساده ازرعوا القمح عباده. كفايه الذل بتاع رغيف العيش اللي شفناه ده. ورحت كاتب الفاكس ده لرئيس الجمهوريه واولاده وزوجته، لجميع الوزراء،
لجميع رؤساء التحرير، لجميع رؤساء القنوات الفضائيه، لجميع المحافظين، لجميع مدير الامن، لجميع مدير امن الدوله. خدت حضرتك؟ و12 في عده صحف. وفوجئت بعدها، مش عارف بقى ده كان عشان انا عملت كده ولا عشان الدكتوره سكينه فؤاد كانت ضاغطه، او الناس تبين لهم ان هم رايحين في داهيه فعلا. فوجئت ان الرئيس بيجتمع بلجنه الزراعه وبيقول عندنا 3 محاصيل عاوزين نكتفي منهم القمح. طلع نظيف بعدها بيومين في البلد اللي بعد المنصوره دي، دمياط، بيفتح مشروع قال لابد نزرع قمح يقضينا لان دي سلعه استراتيجيه. فواحد قال له الفراوله يا ريس، قال له ما حدش يتكلم عن الفراوله النهارده. كانت حضرتك بعدها طلع وزير الزراعه اقر بان دي سلعه استراتيجيه، مساله حياه او موت، وقال انا هزود الزراعه وهزود الفدان الارداب ب 50 جنيه عشان الناس تزرع. وطبعا بعد الثوره زودوه كمان 50. اللي حصل ان اتصلت انا برجال الاعمال تقريبا بعضهم ساعدني، يعني وصلنا في حدود 300,000 فدان زياده. يعني والنبي تزرع عندك 200 فدان، والنبي تزرع 300، احنا هنضيع، الدوله هتضيع. زرعوا. واحد منهم كان كريم قوي، زرع 300 فدان وعمل لي انا 15 فدان، قال تاخد ايرادهم توديه زي ما انت عاوز. وبالفعل خدنا القمح ووديناه فرن في عزبة مطابع محرم جنب مطار اسكندريه. 10 طن وربع وصلوا، في زيهم هيوصل، وانطحنوا. والفرن ده الجمعيه الشرعيه عاملاه بوزع عيش ببلاش. ببلاش؟ ايوه يا فندم، ما انا جايب القمح ببلاش. والله انتوا ناس عظام يا دكتور محمد. يا جماعه والله انتوا ناس عظام، انا فخور بيكم جدا. والواحد يعني مش عارف اقول لك حضرتك والله باسم كل واحد بيشوف حضرتك دلوقتي، شكرا ليك، شكر الله لك انت والجمعيه الشرعيه واهل الخير وصاحب الحقل القمح اللي ايوه موجودين. يعني الناس دي موجوده، الخير موجود، ايه السعاده، ايه السعاده بتاعت العطاء دي. بعضهم كان بيتحارب يعني موضوع القمح ده. فاضل نقطه بس بسيطه عايز اقول لسيادتك عليها في موضوع القمح. المشكله اللي بتذل مصر والسياسيين في مصر القمح. الايه؟ القمح. عندنا في القمح مشكلتين، المساحه والتخزين. التخزين لازم نوجه نداء دلوقتي الى رجال الاعمال. ولو انا وفقت هروح لهم مكاتبهم عشان كل واحد يعمل مطحن وصوامع، لان مصر ما فيهاش صوامع غير تخزن 15% فقط من القمح. مصر العظيمه دي كلها فيها الصوامع؟ لا يا فندم، تخزن 15% فقط. فاهمني؟ انا لله وانا اليه راجعون. فكل رجل اعمال يعمل لي مطحن ويكسب، يعني يدي ربع الانتاج للناس الفقراء عشان نعمل رغيف كده، والثلاث ارباع يبيع الكيلو. زي ما انت عارف البيتي فور وصل 60 جنيه هنا في القاهره. خدت بال سيادتك؟ واحد مع مش عاوز يعمل مطحن، يعمل لنا بس كام صومعه يشتريها ويعملها ابتغاء وجه الله. ابتغاء وجه الله، عشان ما عندناش حته. خلي بال سيادتك، محصولنا احنا دلوقتي هيتحط في العراء. محصولنا احنا اللي ما استوردناش هيتحط في العراء والعسر هياكله. الله اكبر. ده محصولنا احنا العادي اللي بيقضينا 6 شهور. طب يا جماعه طب هيسوس ويدود. انت خضضني جدا يا دكتور على فكره. يعني مش كده يعني يا فندم. استنى بس حضرتك، يعني هل ما فيش وزاره، ما فيش حد بيخطط في الدوله دي؟ بيخطط لخرابها. الله. في ناس اذكياء اذكى مني ومن ستة. يعني معقول المحصول اللي هيطلع هيتحط في العراء من غير صوامع؟ طب عاوز واحد في مصر يطلع ويقول لي انا عندي تخزين اكتر من 15%؟ مفيش. اعمل له جايزه يلا انا وانت نتقاسموا فيه. مفيش يا جماعه. انا حد الله يهديكم لو حد عنده معلومات علميه في الموضوع ده يرد، لان الكلام ده كده كلام الدكتور استاذنا الدكتور محمد بيتحدى على الهوا. وبيقول لكم يا جماعه اللي عنده دليل واحد على ان حد عنده صومعه تخزين اكتر من 15% ورينا نفسه. بالنسبه للدوله ايوه مفيش غير 15%، والباقي بقى يا يدود يا يسوس يا العصفر ياكله. المهم نخلص منه كانه بلوى. فاحنا اذا عاوزين رجال الاعمال في مصر. يعني ده ما ينفعش يطحن على طول على طول على طول على طول ويتعمل شهور الدقيق؟ يعفن لازم يفضل في حبه. فما حصلتم او نظروه في سنبله. فظروه في سنبله. ايوه اذا كنا عاوزين نخزن بره نظروه في سنبله. انما انت عشان صوامع عندك
عندك ما يخزن من الكميه اللي انت بتاكلها 15%. اذا رجال الاعمال العظام اللي بيبنوا مساجد، ده انا بستغرب في الجنان بتاع المسلمين الايام دي. كل واحد يبني مسجد يعمله طالع كده وداخل كده ونازل كده. ايه الحكايه؟ ليه ياخد 4 مليون يا اخي اللي بتاع ده؟ ما تجيب لنا بيه 3 صوامع قمح. الله اكبر. وتعمل مسجد طول في عرض وخلاص 20 في 30. الله، بلاش البهرجه والزخرفه والزركشه كل والبركشه. ده ربنا مالوش فيه غير انه يمكن يغضب عليهم. والله العظيم، هو ربنا بيحب السفيه؟ ده بيقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اي والله. يعني يمكن ما ندعي انه ربنا هيرضى علينا بيه يبقى ده سبب الغضب. ايه الكلام النفيس ايه ده؟ يذلني انا للامريكاني وغيره وغيره؟ هو في الغرب حد بيدي حد حاجه ببلاش؟ ده الست ما بتسقيش جوزها ميه في دول الغرب، تقول له لا انا مش دي شغلتي. يبقى ازاي بقى هيدوا لنا مليار و2 مليار و3 مليار؟ يا فضيله الشيخ ده بيبعتوا لنا ناس بمعجون حلاقه، شنطه فيها بيجامه ومعجون حلاقه، واخد بال حضرتك؟ نعم. ومكنه حلاقه. نعم. يجي هنا انا عاوز اشتري شركه عمر افندي. ماشي يا عم، نعمله العقد. ما هو جاي موصى عليه. نعمله العقد، انا هاخد ب 145. الله يبارك لك. هتسدد ازاي؟ انا راجل بحب مصر، من البنوك الوطنيه. الله، يبقى انا والشيخ خالد الجندي اللي اشترينا عمر افندي. اشترينا الترماي. اشترينا الترماي بالبنوك الوطنيه، ويحق له ان يبيع اي جزء طالما دفع اي جزء من الصفقه. راح الراجل واخد مفيش حظر بيع. ب 145. راح للبنك قال له العقود الخضراء اهي، انا اشتريت عمر افندي، اداله 40 مليون اداهم لنظيف، وراح بايع الجراج بتاع مدينه نصر ب 2 مليار اللي هي المخزن بتاع مدينه نصر، وكمل لهم على الصفقه وراح مروح. يا دي الفضيحه. احنا كوركات للدرجه دي. ولما اقول لك على شركه البذور بقى واللي حصل فيه، احكي لي. يا خبر ابيض. لا ما فيش. انا دايما اقول ان احنا التعليم التلقيني عندنا لما بدأ زمان وغبي اشتغل صراحه، يعني عمل عندنا نوع من العجز المعرفي الا ما عصم الله. يعني فعلا احنا ممكن نوقع صفقه تضيع الدوله دي كلها بحسن النيه المغلف بالغباء. طب ده بقول لك بالبنوك الوطنيه، يعني مصر اللي بتشتري ومصر اللي بتبيع، واحنا فرحانين. يعني الدكتور نظيم كان يعمل مؤتمر صحفي ويقول ده هياخد من البنوك الوطنيه عشان ينشط الدوله، ينشط حركه المال. الراجل ده ما جابش حاجه خالص غير زي ما قلت سيادتك الشنطه والبيجامه ومعجون الاسنان، وجا كل الدوله ببطنه ومشي. دخل بمجهوده. فخلينا في الامن. احنا دلوقتي بنناشد عن طريق قناه ازهري والشيخ خالد الجندي المبارك، الله يخليه، ان بلاش الناس مبارك، المبروك احسن. المبروك، ان الناس رجال الاعمال لوجه الله تعالى، لانه هيحاسبوا برضه في فروض كفايه. الزكاه ما يكفيش، هيحاسبوا عند ربنا. الناس دي بتجوع وتموت من الجوع. انا عندي الناس اللي ماتت من الجوع موجودين عندي بالاسم والعنوان. كويس؟ دول هينسالوا. اعملوا لنا واكسبوا، اعملوا مطاحن واكسبوا زي ما انتم عاوزين، بس اعملوها ابتغاء وجه الله عشان نقدر نخزن. نيجي بقى على الزراعه. المساحه الموجوده 3 مليون فدان وشويه دي كويسه قوي، هتدي لنا 60% من اللي احنا عاوزينه. في عندنا 750 الف فدان بنزرعه لب عشان نبات في الشوارع نقزقز. تاني 750 الف فدان بنزرعه لب عشان الشعب المصري يبات في الشوارع يقزقز. دول انا هصدر فتوى من القناه دي بتحريم زراعه اللب. بتحريم، فتوى خطيره على مسؤوليه صاحبها. انت بتفتي بتحريم زراعه اللب، ولما ابقى رئيس جمهوريه هدخله السجن وادفعه 20,000 جنيه اللي يزرع فدان لب. ده ملوش اي عائد قومي او مردود. يا فندم يزرع ذره مكانه وياخد نفس الفلوس وناكل والناس تاكل. الذره بقى هيعمل ايه؟ هاخد نصه احطه على الغله على القمح، اقوم اخد رغيف متوازن غذائيا زي اللي في العالم كله، والنص التاني ياكلوه الماشيه، لان الماشيه دلوقتي بتاكل القمح.
هو انا ليه وديت الدقيق ال10 طن وشويه دول فرن وما وزعتهمش على الناس؟ لو انا وزعت القمح على الناس كانوا باعوا لي اللي عندهم مزارع ماشيه ودواجن. يا جماعه انا عاوز الحلقه ديت، انا بكلم اخواننا في قناه ازهري هنا انه الحلقه دي لازم تتعاد وتتعاد اكتر من مره. الكلام ده كلام مهم جدا، وكلام الراجل الان يخاطب عقولنا ولا يخاطب عواطفنا. الراجل بيتكلم كلام من الناحيه العقليه كلام مقبول، ومانيش شايف ان هناك معجزه في التطبيق. يعني مش محتاجين وصايه من امريكا ولا اوروبا ولا استراليا علشان نقدر نطبق هذا الكلام. ان كنا جادين في حل مشاكلنا احنا اغنى بلد في العالم. بالظبط. والله يا جماعه احنا اغنياء جدا. بالظبط. اتفضل يا دكتور. الكلام مهم جدا وانا مستمتع جدا مع حاجه. خدت بال سيادتك؟ يبقى انا 750 فدان بزرعهم ذره بتوع اللب، واخد بال سيادتك؟ وفي الشتاء في تقريبا كان 350 الف فدان مزروعين السنه دي جنب الاسماعيليه وكده فراوله، وبيطلعوا فراوله حادقه وبنحط عليها سكر، ملهاش لازمه والله موضوع الفراوله ده. نقلل شويه ونزرع قمح. في بقى حاجه طب انا قبل ما تسترسل في الحديث، انا عاوز اطور شويه بصراحه. ايوه انا طمعان في حضرتك يعني. تحت امرك. هل نطور الحلقه دي باني اجيب مسؤول من وزاره الزراعه تعمل معاه مناظره؟ ايوه. عندك استعداد لهذا؟ ايوه يا فندم. ومناظره ليه؟ هو هتلاقيه معنى معلش احنا هنسمع الكلام. اصل الارقام اللي حضرتك بتقولها دي انت الارقام دي على مسؤوليتك. أيوة وعلى أيوة يعني انا مانيش متخصص في الزراعه، فانا بسمع وفي حاله اندهاش وانبهار يعني.